وجاء في الأثر أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حينما سافر إلى مكة ورأى رجل عالم من علمائها جالس على كرسي يحدث الناس، فأعجبه حديثه وأعجب به، فلما أراد الرجل أن يقوم من على الكرسي قال: يا كعبة الله. ولا شك أن هذا شرك بالله تعالى. فقال له شيخ الإسلام رحمه الله: أريد أن أقرأ عليك ما تيسر من القرآن. فقال له الشيخ: تفضل. فقرأ له شيخ الإسلام لإلاف قريش إلى قوله: فليعبدوا رب هذا البيت، فغيرها الشيخ وقال: فليعبدوا البيت الذي أطعمهم من جوع. فقال الرجل: لا، الصواب فليعبدوا رب هذا البيت، والله عز وجل لا يأمر بالشرك. فقال شيخ الإسلام: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأنا سمعتك تقول: يا كعبة الله، وهذا شرك بالله تعالى. فقال الرجل: جزاك الله خيرا. وهذه من فتنة الشيخ ومن ذكاء شيخ الإسلام رحمة الله عليه وعلى جميع أهل السنة والجماعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.